كان انا طلعت قبل كده واتكلمت في الرنجات بتاعت الاسعار دلوقتي. مم. الاسعار مبالغ فيها جدا يا امير، مبالغ فيها جدا. انا مع احترامي الكامل يعني بسمع 70 مليون و80 مليون، واكرم مش عارف عايز كام، وزيزو طالب 90. مع احترامي قلت له يبقى ابو تريكه بقى نكتب له ميدان التحرير لو بيلعب في الزمن ده. اه لما بقى فلان، يا مع احترامي الكامل يعني لعيب كويس كل حاجه، مم. بس لما بركات دلوقتي لو بيلعب تديله كام؟ عماد متعب النهارده الاسعار دي في بركات الاسعار ابو تريكه ياخدوا كام في رايك؟ ما هو انت دلوقتي بتتكلم انت بتشوف لو بالاسعار دي مم. ابو تريكه وبركات بالاسعار دي عندهم كام؟ ما ياخدوش بقى 100. ما هو مع احترامي لما فلان عايز 100، لما انت عايز 100 لا ابو تريكه ياخد 200، يبقى 200 مليون بقى، 300 مليون بقى. هتلاقي نفسك انت خلاص داخل على الدوري الانجليزي بقى اسعار الدوري ايه ده؟ فالاسعار مبالغ فيها جدا يا جماعه مع احترامي يعني. جد. جدا جدا. ما فيش لعيب في مصر يساوي، انا من وجهه نظري، اكتر من 10 مليون جنيه. ايه اكتر التوب من 10 مليون؟ اه مفيش اكتر من 10 وعلى مسؤوليتي الشخصيه، وانا بقول كده التصريح ده وانا مسؤول عنه. ده من وجهه نظري مع احترامي. انت النهارده بتطلب مثلا 100 مليون. طيب بناء عليه حضرتك بتطلب 100 مليون. انت لعيب كويس اوكي، ما كل الناس لعيبه كويسه ماشي، بس انت لعيب دولي. جبت كام بطوله لفرقتك؟ ما هو انت زي الدوري الانجليزي كده، ما هو انت لما بتدي فلوس. بس اللي بيطلب كده ما هو لعيب دولي مثلا. ما هو حقق ايه؟ حقق ايه مع منتخب يعني؟ حققت ايه اصلا مع ناديك؟ ما انت في اوقات كتيره جدا، ما انت معلش. خلي بالك يا امير برضو، يعني انا عشان ما اقطعش انه انت اي لعيب دلوقتي في مصر بيروح منتخب مصر. اي لعيب بيروح بقت منتخب سهله. مصر. ايوه جدا. بقت سهله ازاي بقى؟ يعني انت عندك دلوقتي معلش لو شلت من المنتخب 3-4 لعيبه دول اللي عاملين فارق على مدار ال10 سنين اللي فاتوا. لو شلت تريزيجيه وصلاح ومثلا مصطفى محمد، تمام، وكان معاهم حجازي، تمام، هتحط منتخب مصر دلوقتي، هل منتخب مصر هيبقى قيمته زي قيمه قبل كده؟ عادي، زيد زي عبيد زي ما بيقولوا، فاهم؟ هم دول اللي بقى لهم 10 سنين يعني. اللي بقى لهم 10 سنين اللي فارقين في المنتخب، هم دول اللي بيعملوا فروقات على مدار السنين اللي فاتت. لو شلت دول منتخب مصر. طب ده سببه ايه يعني يا شاب؟ يعني ليه حصل كده؟ ليه وصلنا للمرحله دي؟ سببه لان للاسف احنا هنا في مصر بقينا اللعيب اللي بيباصي او اللي بيعمل له بيكبروه بطريقه غير طبيعيه. يا جماعه الاستمراريه، انت ما تحكمش على لعيب بالماتش ولا الماتشين، مفهوم، فاهم؟ غير ان مثلا في المواقف انت كاداره نادي او كسيستم حاطه في الاداره بتاعه الكوره. انا حاطط سيستم، ما ينفعش يجي انه النهارده عشان ماشي في فتره كويس يقول لك انا عايز كذا. لا، هو انا عندي سيستم وانت موجود في النظام، عاجبك النظام عاجبك، مش عاجبك خلاص. لكن انا مش هفضل كل وقت اروح ادادي على انه شويه، ادادي على امير. طب يا شباب خد عشان كذا ماتشين 3 حلوين لا فقعد. لا معلش. الناس دي كانت ابو تريكه والناس دي. ابو تريكه انا فاكر عمره ما كان فيها اولى غير في اخر تجديده ليه او تجديدتين. بجد والله؟ والله العظيم واسالينه. عمره ما يعني كان فيها أولى؟ ابو تريكه كان بياخد فيه لعيبه كانت بتاخد اكتر منه. يعني ابو مع ان تريكه الناس فاهمه لا العكس. لا 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 لا, لا. كان اعلى عقد في النادي. ابو تريكه لحد اخر تجديده او تجديدتين ما كانش اعلى واحد. هو ما كانش النهارده تبع اللي الفئه بيعمل الاولى كده ويعلي كل ده مين؟ الجمهور. فاهم؟ ده غير ان الجمهور بقى بينساق ورا اللي احنا بنشوفه. والسوشيال ميديا والجو هو في الاخر اللعيب هو كارثة. المستفاد. يعني انت النهارده مثلا يعني زيزو لعيب كويس طبعا بس انت النهارده انا كزيزو هو حقه اللي هو يطلب كده عشان هو شايف لا انا النجم الاوحد. فانت الجمهور بتاعه خلاه في حته تانية خالص، كبروا قوي. احنا من النوع في مصر فلان سواء في زمالك اهلي في كل الانديه، عشان ما حدش يقول دايما عشان دايما كلامي بيتفهم اللي باجي على الزمالك، لا انا بتكلم في اي حته. فاحنا من النوع اللي بننفخ قوي، كلهم لعيبه كويسه يا جماعه بس احنا ما عندناش اللمسه الجماليه بتاعت زمان. احنا دلوقتي معلش مع احترامي كل واحد ده في ماتشات يا امير والله مش بقطع، بس في ماتشات ومنهم اهلي وزمالك ماتشات قمه. انت لو قلعت اللعيبه دي الاحمر وقلعت اللعيبه دي الابيض هيبقى ماتش عادي دوري درجه تانية. ايوه اهلي وزمالك في ماتشات كتير بصراحه كانت هو الماتش اللي فات ده الاخير ده معلش مع احترامي قول لي في واحد شاط على الجون الا امام عاشور الشوطه اللي عوض طلعها بس. انت يا جماعه كان الاول ماتشات الاهلي والزمالك بتلاقي حازم امام في الزمالك يعمل واحده كده الجمهور احنا بنستمتع، الجمهور بيستمتع، المذيع بيستمتع. فهم. في الاهلي بتلاقي ابو تريكه، بتلاقي بركات، عماد متعب بيجيب جول، فكل شويه في هنا وهنا. انت دلوقتي ماتش القمه كله قول لي على جمله اتعملت. لا مفيش. ده بيجري وده امام عاشور بس اللي فوق الناس واحنا بنتفرج. الشوطه وجونين وخلاص. فاذا الماتش درجه تانية زي المحترفين. بس موضوع زيزو، ما هو زيزو برضو بقاله 5 سنين مثلا يا اينو وشهاب مستوى ثابت حلو، فعشان كده الراجل حقه برضو يطلب اللي هو الناس بقى رغم ان احنا عندنا هنا في مصر ما حدش بيبقى مستوى ثابت فيحسب لزيزو انه مستوى ثابت. هو الولد كولد كلاعب انا بصراحه العقليه بتاعته عجباني. محترف أوكي. بيتمرن، ما بيتكلمش كتير، ما بيظهرش كتير، مركز في الملعب، وده ثبات المستوى. لكن انا بتكلم في النقطه الثانيه اللي بقى بتعمل، ما هو ده
الناس تقول لك ايه، ما هو دلوقتي بيتنظف فعايز كده. ما هو انتوا اللي عملتوا كده، انتوا اللي قعدتوا تنفخوا تنفخ لغايه ما خليتوا الراجل انا بقيت اسطوره، انا رقم 1 في النادي. فانت لما يجي دلوقتي يجي يتكلم، ما انت اللي عملت فيه كده. فاهم اقصد ايه؟ فانت دلوقتي اطلب 100 مليون، اطلب 90 مليون فالارقام دي مبالغ فيها، ده اللي انا اقصده. سواء في اهلي او زمالك، انا مش بتكلم في زمالك، اي لعيب يطلب كده. الاهلي شويه في سقف الرقم. لا الاهلي ما اظنش. طب ما اكرم توفيق طالب كام؟ الاهلي عرض عليه. اكرم توفيق النهارده بيتشرط على النادي الاهلي، طالب 25 30 مليون بالظبط. محدش يقدر يتشرط عينه وانت عارف. ما هو ما حد ماشي، بس انت النهارده كون اللي انت تقول للنادي الاهلي لا انت مع احترامي، وحتى في لعيبه الزمالك، عشان انت من غير الاهلي والزمالك انت قبل دول شوف انت كنت فين، ولما لعبت واتلمعت والجمهور ساندك بقيت فين. معلش يعني انا دلوقتي عقدي بيخلص والنادي ما اتكلمش معايا غير في الفتره الاخيره، وجالي عرض برقم ممتاز في قطر زي اكرم مثلا، ايه اللي يعيب اكرم في انه يوافق انه يروح؟ بص انا دي اتكلمت فيها يا امير. لا اتكلمت اطلع بقى خليك واضح وصريح وقول يا جماعه خلاص يا جماعه انا مش هجدد وشكرا وامشي. لكن انت اللي انا هجدد مش هجدد، طب جدد مش هجدد، طب نكلمه، طب ما تخلي الامور واضحه. يا جماعه انا اخر سنه ليا وانا الناس كلها هتسقف لك. كلنا شفنا عمر مرموش الجمهور لا ده كان مشهد. بص بقى الاحتراف. انت هنا حصلت معانا، انت بتبقى خاين، مش لما تقول لا هتبقى خاين وهتبقى مريض وهتبقى انت خنت النادي وخنت العشره وخنت فين الخيانه؟ كلمه خيانه دي كبيره قوي قوي. فما فيش حاجه اسمها خيانه. انت اللعيب في اوروبا يا شهاب بيقابلها بسنه يا امير، يقول لك انا ده اخر موسم لي. صح، والجمهور تلاقي في الماتش والجمهور تلاقيه بيحييه. بتاعت اكرم انت عايز تقول فيها حاجه؟ عندنا مشكله هنا. يعني برضو عشان ما نجيش على اللعيب، انا كاداره نادي انا شايف ان اينو عقده هيخلص السنه الجايه، طبيعي ان انا ابدا اتكلم معاه لو انا محتاجه. ما اسيبهوش معلش لاخر 6 شهور. انا ممكن كلعيب خلاص، او انا كنادي ممكن اجي اقول لي انه انا مش عايزك. طب ساعتها معلش، ما انت جيت قلت لي، انا برضو لازم نعكسها على اللعيب. صح انت كنادي ما جيتش اتكلمت معايا، انا شفت مصلحتي كلعيب. جيت كلمتني مثلا بعد ما خلاص انا انت ما جيتش كلمتني فخلاص انا مش هفضل مستني. هي دي اللي مثلا ممكن تلوم فيها على ادارات النادي. لكن هي القصه زي ما بقول انه اكرم لازم يبقى صريح، لا انا خلصت والله، انتوا جيتوا اتكلمتوا معايا متاخر، ما اتكلمتوش معايا، طب هتعرفوا تحلوا الموضوع حلوه. لكن انت دلوقتي اكرم ما ينفعش لا انا هكمل، لا مش هكمل، ما ينفعش العب على الحته دي. محدش عارف هو قاعد ولا مش قاعد، حتى الجمهور. تعرف اكرم لو طلع قال يا جماعه انا خلاص واخر خلاص الناس كلها هتحترمك، خلاص انت هو المشكله في حاجه، هو مخلص كل حاجه هناك في الشمال، واخد بالك، في شمال قطر من بدري، مخلص من بدري وماضي وكل حاجه. طب خلاص ما تطلع في ناس لغايه دلوقتي يقول لك اصل اكرم لسه. طب ايه موضوع اكرم؟ لسه عايز بس خلي بالك، ما هو ده اللي مخلي ايه يعني، اكرم ووكيله بالتحديد، وكيله هو اللي بيتواصل مع الناس في النادي الاهلي في حته او في فكره ان ممكن يبقى في نحل الموضوع. طب انا ممكن اسال بقى سؤال معلش، لو في تجديد زي ما انت بتقول يا امير، ولو هو ماضي ومخلص هناك واكيد واخد مثلا عربون او جزء او حاجه، هيعملوا ايه في العرض اللي هناك؟ باتفاق حق النادي ان هو يتمسك بحقه طبعا. طيب ما انت دخلت في قصه، يا اما انا بقى خلاص يا جماعه شكرا، لا انا اخر موسم، بس ده اللي انا اقصده. طب انت يا شاب لو مكان اكرم والنادي ما كلمكش لغايه اخر 6 شهور وجالك عرض كويس جدا، يعني الموسم الاولاني الاكرم اللي عرفته 60 مليون جنيه في السنه؟ في السنه يمشي طبعا، انا بقول لك يمشي وانا اهلي اهو اهلاوي. خلي بالك والله طبعا يمشي. انت المشكله دي وقعت فيها قبل كده مع فتحي وعبد الله. أيوة. مع شريف اكرامي. فاهم؟ انت بتسيب اللعيب، خصوصا كمان خلي بالك دلوقتي انت شريف اكرامي كان موقفه مختلف شويه، الاهلي كان خلاص القصه في انا من وجهه نظري اللي عملها صح وخد القرار على رمضان صبحي. رمضان بس صح. انا الوحيد خد القرار، في قراره كان صح، اللي انا كان واضح وصريح ومشي الوضوح. انا بتكلم في الوضوح. لا دي قراره هو اللي هو يمشي او ما يمشيش. عشان ما يتفهم انا بتكلم في الوضوح. انت خلاص اهم شيء الوضوح. انت خلاص خدت قرار، اللي انت العرض مغري، فانت خدت قرار ورحت خلاص. ربنا يوفقك. فاهم اقصد ايه؟ فانا ده اللي انا بطلبه من اللعيبه دلوقتي، الوضوح. خليك واضح.